في بلاد برا، الغربة مش بس باسبور ولغة مختلفة. الغربة الحقيقية إنك تصحى في يوم تبص في المراية ما تلاقيش نفسك. 10 سنين برا مصر، زين ما بقاش زين، غير اسمه لزي، غير طريقة لبسه، وحتى روحه قفل عليها بضبة ومفتاح. اتفصل عن كل حاجة، أهله، صحابه، وحتى ذكرياته. بقى مجرد إنسان عايش في مدينة باردة، ما بيحسش، ما بيزعلش، وما بيفرحش. فقد البوصلة تماماً، لحد ما جاله تليفون بضرورة حضوره للقاهرة عشان يخلص ورق تبع شقة جده القديمة في وسط البلد. رحلة سريعة، يومين يخلص الورق، يرمي آخر خيط بيربطه بالبلد دي، ويرجع لسجنه الاختياري. الطيارة وصلت متأخر، والساعة كانت داخلة على 2 بالليل. شوارع القاهرة كانت هادية هدوء غريب عليه. طلع عمارة جده القديمة وفتح باب الشقة بمفتاح مصدي. الشقة كانت ضلمة كحل، وريحة التراب والخشب القديم ضربت في صدره. نور كشاف موبايله كان بيكشف خيالات عفش متغطي بملايات بيضة كأنها أكفان مرصوصة في الصالة. قفل الباب وراه، وهنا بدأ الكابوس. زين قعد على كرسي في الصالة، وفجأة حس إن الحيطان بتقرب منه. سكوت الشقة ما كانش عادي، كان سكوت تقيل بيضغط على ودنه. بدأ يحس إن في حضور تقيل معاه في الشقة، خيالات بتتحرك في الضلمة، بتسحب روحه لتحت. بس الحقيقة الخيالات والأشباح دي ما كانتش عفاريت ولا حاجة ورا الطبيعة، دي كانت من صنع خياله هو. ده كان وجع الفراق، ويأسه، وإحساسه المفاجئ بالفقد اللي انفجر جواه. كل حاجة هرب منها، وكل حاجة وحشته، وما كانش راضي يعترف إنها وحشاه. هجمت عليه في لحظة واحدة. أول ما داس على أرض البيت حس بضيقة نفس شديدة، وكأن جبل نزل على صدره. كتمة نفس ورعب مكتوم خلوه مش قادر ياخد شهيق واحد. حاول يقوم يفتح الباب ويهرب، بس إيده كانت بتترعش، والمفتاح وقع منه في الضلمة. نزل على ركبه بياخد نفسه بالعافية، حاسس إنه بيغرق، وإن الشقة اللي كانت في يوم من الأيام بيت دافي اتحولت لمقبرة بتعصره. الساعة بقت 24 دقيقة الفجر. زين واقع على الأرض، ساند راسه على الحيطة، والضلمة خلاص بلعته. وفجأة، وسط السكوت المميت وتوهة روحه دي، سكون الليل اتكسر. ذبذبة خفيفة مشيت في أرضية الشقة القديمة، همهمة خفيفة جدا في الجو، وبعدها بثانية شق السكوت والرعب ده صوت جهوري دافي وحي جدا: الله أكبر، الله أكبر. زين اتنفض مكانه، الصوت ضرب في صدره قبل ودنه. ما كانش أذان واحد، كانت القاهرة كلها بتصحى في نفس اللحظة. مآذن قريبة ومآذن بعيدة بتتدخل في هرموني رباني مهيب، كأنها شبكة حماية بتترمي من السماء عشان تلقفه قبل ما يقع في العدم. الترددات اللي مالت الشقة مسحت كل الأشباح والخيالات اللي كانت بتخنقه، وبددت الضلمة اللي جواه. زين اللي كان بيموت من الخنقة من شوية لقى نفسه مغمض عينيه، ودموع سخنة بتغسل وشه لأول مرة من سنين. قام من مكانه، دخل يتوضى. المية الباردة وهي بتغسل وشه وإيديه كانت كأنها بتطفي نار سنين من التوهة والوجع. نزل الشارع يمشي ورا الصوت، دخل الجامع القريب، وقف في الصف، ومع كل ركعة وسجدة كان بيحس إن في حجر بيتشال من على قلبه. بعد الصلاة وهو بيلبس جزمته بره الجامع لقى إيد بتطبطب على كتفه. بيبص، لقى عمر، صاحبه بتاع زمان، بيبصله بذهول وبيقوله: زين، معقولة يا ابني؟ عمر ما سابوش يرجع للشقة الضلمة، خدوا من إيده ومشوا في الشوارع اللي بدأت تنور لحد ما قعدوا على عربية فول
متجمع عليها شلة قديمة من أهل المنطقة وصحاب زمان. زين كان قاعد متردد، حاسس إنه غريب. في ناس بصتله ببرود واستغراب، لأنهم حسوا إنه اتغير وبقى شخص تاني. بس في نفس الوقت كان في ناس تانية رحبت بيه بضحكة صافية من القلب. شدوه قعدوه في النص، وحطوا قدامه الأكل السخن، وابتدوا يهزروا معاه كأنه ما سافرش ولا غاب يوم واحد. في اللحظة دي، وسط ريحة العيش السخن وصوت الضحك والدفى اللي طالع من الناس، زين حس بحرارة سرت في دمه. حرارة ودفى عاش محروم منهم سنين طويلة، وهو غرقان في زحمة الغربة وتلجها. الرسالة المرة دي إن الأذان مش مجرد صوت بيفكرنا ببلدنا أو بأيام زمان. الأذان ده نداء من ربنا 5 مرات في اليوم، حبل ممدود من السما للأرض عشان يفكرنا إننا عمرنا ما كنا ولا هنكون لوحدنا في الدنيا دي. نداء بيقولك مهما بعدت وتهت، باب الرحمة دايما مفتوح عشان ترجع وترتاح. والجمال الحقيقي بيكمل لما النداء ده يردك لأصلك، ويفكرك إن أجمل حاجة في الدنيا هي الناس اللي بتسيب لك مكان دافي وسطهم مهما طال غيابك.